الفيديو ده هنحل جزء تاني من لابلاس لما يكون جايب لي مسألة معمول لها لابلاس وعايز ارجعها لأصلها. لما يجيلي لابلاس انفرس وانا عايز ارجعه لأصله، دي بعملها ازاي؟ انا ببص على كل حاجة عندي. اول حاجة احنا كنا قايلين ان لو لابلاس رقم زائد رقم او رقم ناقص رقم، ممكن افكها لابلاس زائد لابلاس الرقم زائد لابلاس الرقم التاني. يعني دي ممكن افكها، اقول لابلاس انفرس واحد على اس ناقص لابلاس انفرس الاتنين على اس ناقص التلاتة زائد لابلاس انفرس الأربعة على اس بار تو ناقص الخمسة ناقص لابلاس انفرس ل ستة على الاس بار الأربعة. أول حاجة أعملها ايه؟ بمسك واحدة واحدة، ببص أنا كان عندي ايه اللي بيديني واحد على اس. بشوف المسألة عندي، واشوف هل أنا كان عندي واحدة شبهها أو حاجة قريبة ليها، فأنا بحاول أقربها للشكل بتاع المسألة وأرجعها تاني. يعني ايه؟ واحدة واحدة احنا ماشي في المسألة وهنشوف. انا عندي ايه اللي كان بيديني واحد على اس؟ رقم واحد. مش انا كان عندي لما بيكون عندي رقم واحد بيتقلب لواحد على اس؟ حلو. يبقى لابلاس ان بس واحد على اس دي اصلها كان ايه؟ كان اصلها واحد. تمام، دي كده خلصت. ناقص اتنين على اس ناقص تلاتة. اول حاجة ننزل الاتنين برا، ننزل زي ما هي رقم كونستانت. بقى عندي واحد على اس ناقص التلاتة. حلو. ايه اللي كان ايه الحاجة اللي انا كنت بشوفها كنت بديها واحد على اس ناقص الرقم؟ كانت الاي. لما بشوف اكسبوننشال بقى الرقم، بشوف اكسبوننشال بقى الرقم في تي، كنت باخد الواحد على اس ناقص الرقم اللي فوق اللي هي الايه. فانا هنا لو بصيت، لو رجعت دي واحد على اس ناقص التلاتة، هيبقى معايا اي باور الرقم ده اللي هو الناقص بتاع التلاتة في التي. يبقى دي كمان رجعت لاصلها. زائد انا عندي لابلاس انفرس الاربعة على اس باور اتنين ناقص الخمس. اول حاجة نعملها ننزل الاربعة زي ما هي. حلو. فبقى لي هنا ايه كده؟ بقى لي هنا واحد بس طبعا. اتبقى لي واحد على اس باور اتنين ناقص الخمسة. طب حلو، ايه اللي كان عندي بيبقى رقم على اس باور اتنين ناقص خمسة؟ او ايه الحاجة اللي شبه دي؟ كان عندي الساين. لو بصينا على الساين هنلاقي ان انا بيجيلي ساين لما بحولها لابلاس بتبقى الرقم على اس باور 2 ناقص الرقم باور 2. طب ايه اللي ناقصني هنا بحيث انها تبقى شبهها؟ دي عايز اخليها باور 2 وعايز احط فوق الرقم اللي جوه. طب حلو. طب ايه باور 2 يديني خمسة؟ روت الخمسة. لو روت الخمسة عملناها باور 2 الاتنين هتروح مع الروت، بقى لي خمسة. يبقى انا عايز اخلي فوق روت الخمسة. انا ممكن اشيل دي كده واقول ان دي بروت خمسة كلها باور 2. مظبوط. طب انا عايز اخلي اللي جوه ده يبقى موجود فوق. انا ممكن اقول ان في فوق روت الخمسة، بس بشرط اجي بره زي ما كنا بنعمل في الانتجريشن عادي. اجي بره اقسم على روت الخمسة. طالما ضربت رقم جوه هطلع اقسم عليه بره. فانا روت الخمسة، واحد على روت الخمسة اللي بره دي هتنزل تحت زي ما هي، واحد على روت الخمسة. حلو. روت الخمسة على اس بار 2 ناقص روت الخمسة بار 2 دي اللي كانت الشاين، فدي هتبقى شاين لروت الخمسة بس. ودي كده خلصت. ناقص لابلاس انفرس ستة على اس بار 4. انا نازل الستة تحت زي ما هي، رقم كل سنة ينزل زي ما هو، طلعه بره، فبقى معايا واحد على اس بار 4. طب ايه اللي كانت حاجة زي كده او بتديني؟ كان عندي هنا التي باور رقم، كنت بقول رقم الفاكتوريال على اس باور ان زائد الواحد. يعني انا هنا لازم يكون عندي دي كانت اس باور التلاتة زائد الواحد. يبقى انا فوق محتاج يكون عندي تلاتة فاكتوريال. هعملها ازاي؟ هضرب فوق في تلاتة فاكتوريال عادي، وهقسم هنا، هقسم برا واحد على تلاتة فاكتوريال. يبقى انا عندي ستة في واحد على تلاتة فاكتوريال مضروبة في تي باور التلاتة. ودي كده خلصت بس. هي دي فكت المسألة. انا بشوف
كل حاجة عندي ايه، وبشوف ايه اللي شبهها اللي انا كنت مثلا بعمله لابلاس فيديني حاجة شبهها او هي شبه ايه اصلا، وبحاول اظبط المسألة بتاعتي. تعالوا نحل مسألة تانية. هنا بيقول لك لابلاس انفرس لخمسة اس ناقص الأربعة على اس بار 2 زائد التمانية. أول حاجة ممكن أعملها أنا ممكن أقسم، ممكن أقول لابلاس انفرس لخمسة اس على اس بار 2 زائد التمانية ناقص، دي اتقفلت، لابلاس انفرس لأربعة على اس بار 2 زائد التمانية. حلو. أول حاجة عايزين نخرج أرقام الكونستانت بره، يبقى معايا هنا خمسة لابلاس انفرس للإس على اس بار 2 زائد التمانية ناقص، طلع من هنا الأربعة برا، لابلاس انفرس للواحد على اس بار 2 زائد التمانية. حلو. أنا عندي هنا اس على اس بار 2 زائد التمانية، دي كانت ايه لما يكون عندي فوق اس وتحت بلس، دي كانت الكوزاين. أهو نرجع نبص الكوزاين، فالكوزاين بيبقى اس على اس بار 2 زائد الرقم بار 2. حلو. يبقى أنا محتاج أخلي دي بار 2. أنا ممكن أشيل التمانية وأقول روت التمانية بار 2، صح؟ حلو. فأنا هيبقى معايا هنا خمسة دي كوزاين روت التمانية ناقص، هنزل الأربعة زي ما هي، لابلاس انفرس لواحد على اس بار 2 زائد التمانية. انا كان عندي لما يكون في حاجة شبهها، كان في عندي شبه ان رقم بيتحط فوق وتحت بلس، دي كانت الساين بقى، الساين اهي، الساين بيبقى الرقم فوق اس بار 2 زائد الرقم بار 2. حلو. يبقى انا عايز اخلي دي بار 2، احنا قلنا التمانية هنشيلها ونخليها روت تمانية، روت التمانية بار 2. حلو. انا عايز اخلي فوق روت تمانية، يبقى انا هقسم بره واحد على روت التمانية وهضرب فوق في روت التمانية، فيبقى معايا أربعة في واحد على روت التمانية، دي هتبقى ساين روت التمانية. بس المسألة دي خلصت. نيجي للمسألة دي، بيقول لي تلاتة اس ناقص التمانية على اس بار 2 ناقص اتنين اس زائد الخمسة. انا هنا لو جيت بصيت، انا لو جيت فكيت عايز افك اللي تحت او ان انا اجمعهم مع بعض، لو جيت اعملها مش هتيجي، لان هيطلع لي رقم imaginary number او رقم تخيلي. طب ممكن اعمل ايه؟ هل هيأثر لو قلت لابلاس انفرس للتلاتة اس ناقص التمانية على اس بار 2 ناقص اتنين اس زائد واحد زائد الأربعة؟ لا مش هيأثر. فلو خدت دول مع بعض بحيث ان انا ارجعهم لأصلهم تاني، هيجيلي ان لابلاس الانفرس للتلاتة اس ناقص التمانية على، دي لما ارجعها هتجيلي اس ناقص واحد كلها باور 2 زائد الأربعة. بس فانت لو بصيت انت عايز بقى تخلي بقية المسألة للترم ده، الترم ده يكون موجود برضو فوق، تحول الاس تبقى اس ناقص الواحد فوق. لما تيجي تعمل كده عشان ما تغيرش في المسألة، عندك ان انت لو قلت ان تلاتة اس ناقص التمانية بتساوي، لو عملت كده قلت تلاتة اس ناقص الواحد، شيل الاس حط مكانها واحد، اعمل بره ناقص خمسة، بحيث انت لو جيت ضربت دي جوه هيبقى معاك تلاتة اس ناقص التلاتة ناقص الخمسة. لما تيجي ترجعها يبقى معاك تلاتة اس ناقص التمانية ناقص تلاتة ناقص خمسة بيساوي ناقص تمانية. بس فانت عشان تخلي الترم اللي فوق زي الترم اللي تحت، هيبقى اللي فوق عامل كده لابلاس انفرس للتلاتة
اس ناقص الواحد ناقص 5 over اس ناقص الواحد بار 2 زائد 4. انت لو بصيت بعد ما اتبسطت دي كانت الترم بتبقى شبه ايه؟ الاي مضروبة في حاجة، لان احنا لما قلنا لما يكون عندك اي، لما يكون عندك الاي مضروبة في حاجة، فانت بتعمل لابلاس الحاجة دي، تعمل لابلاس الحاجة دي وتشيل كل اس وتحط مكانها اس ناقص الاي او ناقص الرقم اللي موجود فوق. مظبوط. طب لو بصيت للمسألة، طب هي هتبقى ايه في ايه؟ هي اولا احنا قلنا ان هي هتبقى اي، يبقى معايا هنا اي باور كام؟ اي باور الرقم اللي جوه ده، يعني تبقى اي باور التي، واحد في التي. يبقى الرقم مثلا كنا نقول ان الاي باور حاجة في تي بتبقى بتتحول يعني الاس بنشيلها ونحط كان اس ناقص الاي او الحاجة الموجودة فوق، فاس ناقص الواحد، فتبقى هنا واحد هنا. تمام كده جبنا الاي. طب عايزين نجيب الحاجة التانية. الحاجة التانية اللي كانت مضروبة فيها انت كده، بس شيل كل اس ناقص واحد بقى ورجعها الاس بعد ما كتبنا التي. يبقى معاك هنا بلاس انفرس ليه التلاتة في اس ناقص 5 على اس بار 2 زائد 4. فانت ممكن تقسم دي، يبقى معاك اي بار تي برا لابلاس انفرس ليه 3 اس على اس بار 2 زائد 4 ناقص لابلاس انفرس ليه 3 اس سوري للخمسة 5 على اس بار 2 زائد 4. التلاتة هتطلع برا كونستانت، فمعاك اي باور تي 3 اي باور تي اس على اس بار 2 زائد 4. دي كانت الكوزاين، بيبقى فوق اس وتحت بلس، يبقى دي الكوزاين دي الكوزاين. فمعاك هنا كوزاين، بس 4 دي لازم تبقى باور 2. طب ايه اللي باور 2 دي 4؟ ال2. فيبقى معاك 3 اي باور تي كوزاين 2 تي ناقص كده خلصت. الاي مضروبة في ده كله، فيبقى معاك هنا برضو اي باور تي 5 على اس باور 2 زائد 4. الخمسة تنزل تحت زي ما هي كونستانت، رقم كونستانت يعني زي ما هو. فيبقى معاك 1 على اس باور 2 زائد 4. رقم فوق وتحت اس باور 2 في بلس تحت، يبقى ده الساين. بس انا محتاج دي 4 دي هنحولها ل2 باور 2 عشان يبقى تحت الاس زائد رقم باور 2. حلو. يبقى انا محتاج فوق يكون في 2. هقسم بره على 2 واضرب فوق في 2، فيبقى معايا هاف، يبقى معايا جوه الساين 2 تي. بس لو كتبنا المسألة بشكل أبسط هيبقى معايا 3 اي باور تي كوزاين 2 تي ناقص 5 على 2 اي باور تي ساين 2 تي. هي مسألة طويلة ورخمة، أتمنى تكون اتفهمت وأتمنى تكون عرفت أشرحها كويس. في جزئية تانية أحب أوضحها في نوعية مسائل، لما يقولي ساين تي في شاين أو ساين في كوشاين، أنا فكت الشاين أو الكوشاين بتبقى عاملة ازاي. الشاين بتبقى هاف في اي باور اكس ناقص اي باور نيجاتيف اكس، أو الكوشاين بيبقى هاف في اي باور اكس بلس اي باور نيجاتيف اكس. فعندنا في المسألة ممكن أفكها ازاي؟ ممكن أقول لابلاس لساين التي. الشاين دي هفكها أول حاجة مضروبة في هاف في، انا هنا قال لي الشاين في اي باور اكس، انا عندي هنا الشاين 3 تي، فهيبقى معايا ان الشاين هتساوي اي الهاف دي مضروبة في اي باور 3 تي. انا عندي هنا بالتي مش هنا بالاكس، انا عندي هنا بالتي و 3 تي، هتبقى هاف في اي باور 3 تي ناقص اي باور نيجاتيف
3t. فانا اول حاجة اخد الهاف دي كونستنت برا، هنا هاف، واقول لابلاس لساين التي. ساين التي هضربها مرة في e باور 3t ومرة في e باور نيجاتيف 3t، فيبقى معايا هنا ساين التي في e باور 3t ناقص لابلاس في ساين تي في e باور نيجاتيف 3t. حلو حلو. بس وهبدأ أفك كل واحدة لوحدها. أنا عندي هنا لما ساين في e، لما يكون عندي e في رقم بعمل لابلاس لده الأول، ف لابلاس الساين العبوة هتنزل برا زي ما هي، فلابلاس الساين هيبقى واحد على هنا الساين واحد جوه، فيبقى واحد فوق اس باور 2 زائد واحد باور 2، فتبقى بواحد ناقص اللابلاس بتاع ده برضه هاخد الساين اللي اعمل لها الاول واسيب دي بره، فيبقى انا الساين هتتفك، هتبقى واحد على اس باور 2 زائد الواحد. بس فهبدأ بقى ادخل e باور 3t هنا، هتبقى دي الاس في مكانها اس ناقص التلاتة، ودي يبقى الاس مكانها اس ناقص نيجاتيف تلاتة. فبكده هيكون ده بيساوي هاف في واحد على، هبدل كل اس هنا واحط مكانها اس ناقص تلاتة، فمعايا اس ناقص التلاتة كلها باور 2 زائد الواحد، ناقص هنا مكان كل اس اشيلها هحط اس ناقص نيجاتيف تلاتة، فمعايا هنا واحد على اس ناقص نيجاتيف التلاتة، يعني اس بلس التلاتة، اس بلس التلاتة كلها باور 2 زائد الواحد. بس ودي تكون المسألة. عندي واحدة تانية بس بالكوشاين، هتبقى بنفس الفكرة برضه. هقول لابلاس لساين التي، هشيل الكوشاين واحط ده مكانها، هيبقى معايا مضروبة في هاف في كوساين e باور 2t، عشان هنا كوساين 2t e باور 2t بلس e باور نيجاتيف 2t. بس هطلع الهاف برا زي ما عملنا المرة اللي فاتت، وهقول لابلاس لساين t في e باور 2t ماينس سوري بلس بقى لابلاس لساين t في e باور نيجاتيف 2t. بس هبدأ افكها وهنعمل هنا هاف برا زي ما هي. هاخد دي الاول عشان هي ساين تي في اي، احنا قلنا الاي بنسيبها ونعمل ده الاول، بنعمل لابلاس التاني الاول، فيبقى واحد على اس بار 2 زائد الواحد زائد، هعمل ده برضو الاول، فيبقى معايا واحد على اس بار 2 زائد الواحد. بس وفي دي ده كله مضروب في بعض، هنا هيبقى الاس بيساوي اس ناقص الاتنين، ودي هتبقى اس دي اس ناقص نيجاتيف الاتنين. بس فمعايا هنا هاف، هبدل كل اس باس ناقص اتنين، ومعايا واحد على اس ناقص اتنين كلها باور 2 زائد الواحد بلس واحد على اس زائد بقى الاتنين عشان ناقص اتنين بزائد اتنين كلها باور 2 زائد الواحد. بس كل المسألة التانية كده خلصت.